السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ نبتدي كلامنا كده بالصلاة على رسول الكريم ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. النهارده كده هنعمل وصفه سهله كده وسريعه، بعيدا بقى عن اللحوم وعن الكلام ده كله. هنعمل معانا جمبري وكابوريا. الكابوريا طبعا انا بقص كده بس الطرف بتاع المخالب بتاعته كده، والجمبري أنا طبعا كل ده كنت مبرحه. الجمبري شايفين بقص كده الحاجات اللي فيها كده، ولو سلسلة الظهر فيها، ولو الظهر فيها سلسلة الرمل دي شيليها منها. انا بصراحة انا قلت هو الجمبري كان نضيف، للأسف طلع فيه رمل، فما تعملوش زيي. يعني حاولي تقصي كده من الظهر بتاعه وتطلعي السلسلة بتاعة الرمل اللي فيه. شايفين انا بقلب كده الجمبري وبقص الحاجات اللي في الظهر بتاعته، في رجليها والحاجات والزعانف والزعانف ايه رجليه والحاجات بتاعته دي. تمام. معايا بصل متقطع، ومعايا فلفل، ومعايا كمان طماطمية متقطعة. معايا هجيب الصينية بتاعتي هحط عليها البصل قطعيه زي ما انت عايزة، مش شرط يعني. ممكن تقطع زي ما انا مقطعة كده، وممكن تقطعي مكعبات ناعمة، وممكن تقطعي حلقات، يعني الطريقة اللي تريحك. هرفع كده الصينية على النار، وهقلب البصل كده مع لغاية بس ما يدبل كده معايا شوية. هنزل معاها بالفلافلة واسيبها بس. هنزل برضو بشرايح الفلافلة وهقلبها مع البصل حلو كده لغاية بس ما يدبل معايا. وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه. جربوا الطريقة دي للجمبري، بجد طريقة جميلة جدا وممتازة. معايا طبعا توم مدقوق، وهقلبهم كده مع بعض لغاية بس ما احس ان ريحة التوم طلعت كده معانا. وهقول لكم هننزل بعد كده بالمكون الثالث هو او الرابع. طبعا ما ننساش طبعا، ربنا يبارك لي يا رب ويخليهم لي اللي جايبين لي الجمبري والكابوريا. طبعا احنا عايشين في خير اهالينا، وربنا يا رب ما يحرمنا منهم ابدا، ويبارك لنا في اعمارهم يا رب. هنزل كمان بطماطمية كده متقطعة شرايح كده، وهقلبها برضه تقليبة. وبعد كده هنزل بالصلصة، صلصة الطماطم انا طبعا عصراها ومصفياها. هنزل كده عليها كده واسيبها تغلي غلوتين. هحط البهارات بتاعتنا. الجمبري معروف مش عايز بهارات كتير، فلفل اسود وملح وكمون. ممكن تزودي شطة لو انت عايزة وبس. ولو عايزة بس شوية كزبرة ناشفة حطي، بس انا محطتش، انا حطيت فلفل وكمون وشطة والملح بتاعنا وبس. ازيد من كده ما زودتش اي بهارات معانا. طبعا الاولاد بتزهق بقى من حكايه الاكل كل يوم، وحكايه هناكل ايه، هنتغدى ايه، طب هنطبخ لكم كذا، يقولوا لك لا احنا مش عايزين، طب هنطبخ كذا لا ما احناش ما بنحبوش. طبعا لازم يبقى فيه كده حاجه مختلفه شويه. هنا خلاص بعد ما الطماطم كده غلت غلوتين معايا يعني، وبدأت تدخل يعني في التسبيكة بتاعتها، هنزل معايا بالكابوريا. شايفين انا حاططها كده اعلى، قلبتها زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنزل عليها بالجمبري بتاعنا. زي ما قلت لكم الحاجة دي غسلها حلو جدا جدا، ومفيش فيها رمل، ومتأكدة ان منها حلوة. طيب هتقولوا هنقدمها جنب ايه؟ اقدمها جنب رز، عايزه تاكلي جنبها عيش وسلطات وكده، تمام. عايزه مثلا تحط فيها بطاطسايه، تمام، مفيش مشكله. انا بصراحه عملت جنبها يعني بعيدا عن الصينيه دي، عملت جنبها بطاطس بطماطم، وقدمتها مع الرز. هنا بقى في خطوه بقى ان انا عملتها هي اختياريه، ممكن تعملوها وممكن لا. طبعا انا اسفه على الصوت بس اللي شغال ده. هنا بقى هجيب الصينيه بتاعه البايركس او اي صينيه، او ممكن بنفس الصينيه دي زي ما انت عايزه. هدخلها الفرن لمده 10 دقايق، وهتطفى عليها بس 10 دقايق، لا ازيد ولا اقل. الصلصه دي البهاريز بقى كلها بتاعه الجمبري والكابوريا، بجد كانت فظيعة. بس فيها ايه؟ ادي كده شكل الصينية. اتمنى ان هي تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش من لايك وشير وسبسكرايب للقناة.